تعالوا يا مشاخير عرب، مش مشاهير، مشاخير، اتعلموا درس معنى الوفاء والشرف. معنى الوفاء والشرف. هيدا الرجل اللي قدامكم مشهور ولك سرميته مش واصلينه، ولك سرميته مش واصلينه. هيدا الرجل بيلعب باوروبا، بيلعب بالدوري، كان يلعب مع تشيلسي ويلعب مع انديه كبيره، وهلا بيلعب بالدوري التركي. طلع من الملعب لحتى يمسك علم فلسطين وهو من المغرب، رفض يمسك علم المغربي وطنه لحتى يتوج باللقب، اهم لقب بتركيا كلها، وعلى ظهره علم فلسطين يا ولاد النايمه. وهلا انت شو عذركم يا مشاخير عرب؟ انتوا شو عذركم هلا يا مشاخير عرب؟ اكسكيوز مي، نحن ماضيين كونترا مع شركات اجنبيه، والله مش قاضيين ندعم فلسطين لانه عم نقبض مصاري موني. هيدا هو عذركم؟ هيدا هو كذبكم؟ هيا انا على السوشيال ميديا عندي ملايين، ما في منها الحركات كلها، هيدا ما في منها الحركات، بس انتوا بتعرفوا ليه مش عم تدعمون لاهل فلسطين؟ لانه انتوا ترنداتكم بتروح على اسرائيل، انتوا عندكم متابعين ومحبين اسرائيليه، كرمال هيك ما بدكم تكسروا اسرائيليه، لانه بيجيبوا لكم فولورز هن والامريكان. لانه انتوا لما تطلعوا على السوشيال ميديا مش تحكوا بالعربي، بتطلعوا ترقصوا بالترندات الاجنبيه تنتشر لكل العالم. صار عنا سوبر فولورز، وانا مثلكم بالمجال، انا فايت بمجال السوشيال ميديا والحمد لله عندي ملايين وحافظ كل شيء. بس انا جاي افضحكم هلا يا مشاخير، الا اذا انتم موقعين كونترا مع شركات صهيونيه. ساعتها معك حق، انت ماضي كونترا مع شركه صهيونيه، ساعتها تحملوا بلوكات، بلوك ليست، بلوك 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 بلوك. خليكم ساكتين، خليكم.